السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. في فيديو جديد وصفه جديده غادي نشارك معكم واحد الحلوه اللي تجي رائعه، ولا في المنظر ديالها وحتى في المذاق تجي سهله في التحضير ديالها. كما تشوفوا المنظر ديالها تيجي رائعه البنات، وتزينوا به لي بلاطو ديالكم اعياد المناسبات ان شاء الله في الحفلات اللي مالا. هانتوما تجي على هذا الشكل هذا، والمذاق ديالها رائع. ونخليكم مع الوصفه وطريقه التحضير ان شاء الله. نبداو بسم الله على بركه الله بالمكونات وطريقه التحضير. هنايا عندي كاوكاو، واحد 300 غرام ديال الكاوكاو، و450 غرام ديال التمر. كما التمر اللي عندكم. انا هنايا عندي شويه قاصحه البنات، درتو في الماء طايب غليان، من بعد ما حيدت ليه العظام درتو في الماء خليته واحد 15 دقيقه، وغادي نصفيه من داك الماء. اما كاوكاو البنات خديت هذا اللي ما عندوش القشور، اللي الا خديتو اللي فيه القشور تتحيدوا للنص، تتحيدوا ليه القشور النص تتخليوه عادي. درت ليه شويه الزيت، غادي ندخلو للفران يتحمر بما ان تقطر ليا التمر، وغادي نطحنوه ان شاء الله. من بعد ما قطرت التمر على هذا الشكل هذا تنحيد ليه داك العلف ونحيد ليه القشور الا فيه. غادي نطحنو، ناخذ واحد الهشوار غادي نطحنوه حتى يولي معجون ديال التمر. تنقول لكم البنات من الاحسن تصايبوه في الدار بلا ما تاخذوا اللي تتباع في المحلات. من الاحسن نصايبوا شي حاجه في الدار. واللي عنده السكري راه تينقي ليه غير العظم ويطحنو بلا ما يدير ليه الماء طايب. من بعد ما طحنتو حتى ولا رطب غادي نزيد ليه داك الكاوكاو اللي محمر على هذا الشكل هذا، تنحيدوه هو سخون من الفران، تنضيفوه لداك التمر ونطحنوه حتى يولي معجونه البنات ديال بين التمر وكاوكاو. هانتوما تشوفوا القوام ديالو تيجي رطب وتيجي معلك على هذا الشكل هذا. غير بين جوج مكونات راه تجي الحلوه رائعه البنات المذاق ديالها. وتنكورو كما تنكورو تيولي ملس على هذا الشكل هذا. تطحن التمر والكاوكاو مزيان، اللي بغى يعوض كاوكاو اللوز يعوضو. انا استعملت التمر وكاوكاو. صافي غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نعجنوا فيه هاد المكونات هادو على هاد الشكل هذا. تنضيفوا ليه 2 حتى 3 المعالق ديال المربى ديال المشماش. هذا المربى ديال الحلويات البنات ماشي اللي فيه طريفات. غادي نضيف واحد الكيس ديال الفاني ونعلكه مزيان تيدخل داك الكونفيتير. انا هنا درت 2 معالق كافييني باش تعلك ليا هاد المكونات هادو. صافي غادي نستمر. غادي ناخذ كما قلت لكم واحد الطبيصيل ودرت فيه هنايا الجنجلان اللي محمر من قبل. تندير الكويرات اللي فيهم من 24 غرام، ممكن ديرهم من 20 حتى 24 غرام. هاد الكميه عطاتني 50 قطعه من الحلوى. صافي غنستمر تندير فيهم تندير فيهم 24 غرام في كل حلوى، وغندوزوهم في داك الجنجلان ونديروهم في الطاوه اللي مدهونه بالزيت او مفرشه بورق الطبخ. غادي نديرو نكورهم في داك الجنجلان اللي محمر على هذا الشكل هذا. تناخذوا الحلوه ديالي ونديروها في يديا ونلبسوها بالجنجلان من الفوق. صافي ونسطوهم في واحد الطاوه اللي غادي ندخلوها للفران. كما قلت لكم ما تخطاش وقت ديال الطياب البنات، من 5 حتى 8 دقائق في الفران وصافي. هنا غنستمر تنكمل الكويرات اللي عندي او تنكمل الكميه اللي عندي ديال الحلوه. هاد الكميه كما قلت لكم 450 غرام ديال التمر و 300 غرام ديال الكاوكاو عطاتني 50 هذا 50 حلوه او 50 قطعه من الحلويات. صافي غنستمر على الشكل هذا، وغادي ناخذ واحد بحال هكا سباتيل او غير بصباعي. غندير به واحد الحفيره الوسط على هذا الشكل هذا. تندير حفيره الوسط ونحاول نوسع شويه باش نديرو فيها الشوكولاط. هنا تنديروها ونضغطوا باش نقادوها مزيان البنات من الوسط باش تجي حفيره مدوره ومقاده. هانتوما على هذا الشكل هذا تنحاول نضغط ونقاد في الحلوه ديالي باش تجي يجيو دوك الجناب متساويين وتجي الحفيره الوسط نيشان. صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا تنكمل الحلوه اللي عندي او تنكمل الكويرات ديال الحلوه اللي عندي. نضغط بيديا ونحاول نشكلوا الكره مزيان. صافي هنايا اللي بغى يدير غير بسباتيل يدير تقيبه الوسط بسباتيل ويقادها. صافي نستمر كما قلت لكم. اللي بغى يضاعف المكونات، اللي بغى الحلوه كثيره يضاعف المكونات. تجي الحلوه ديالنا على هذا الشكل هذا، وغادي ندخلوها للفران ونسخنوا الفران من 5 حتى ل 10 8 حتى ل 10 دقائق. المهم ما نخليوش الحلوه ديالنا تتقصح. كما قلت لكم البنات 5 دقائق راه كافيه حتى ل 8 دقائق في الحلوه ديالنا. غير تحاول تشد راسها صافي ونحيدوها من الفران ونزينوها.
صافي على هاد الشكل هذا تنكمل الحلوه اللي عندي. وغادي ناخد الشكلاط. هنايا بغيتو ديروا الشكلاط كحل او الشكلاط بيض، هنا غادي ناخد الشكلاط بيض وغادي نديرو في الباماغي او في حمام مائي وغادي ندوبو. من بعد ما تنحيد الحلوه ديالي كما قلت لكم خليتها هنا 5 دقائق اللي تخليتها في الفران صافي. وندوبت الشكلاط تنديرهم في الوسط، دوك الحفيرات تنعمرهم بالشكلاط بيض. اللي بغى يدير الشكلاط كحل يديرو بالشكلاط كحل، كل واحد على حسب الذوق ديالكم. كما قلت لكم شاركت معكم الوصفه، والتزيين البنات تيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب الذوق ديالكم. هنايا غادي نعمروا وسط الحلوه ديالنا بالشكلاط بيض، ونديرو باللي بغى يدير نقيطه بحال شكل عين من الوسط ديال الشكلاط بيض يديرو، اللي بغى يدير شكل ملفي يديرو يزينو بالشكلاط كحل ويدير شكل ملفي او خطوط بحال شكل ملفي. انا خديت هنا غير الويزه ودرتها من الفوق تيجي التزيين ديالها رائع وتيجي في المنظر والشكل ديالها تجي فن البنات، وتنقدموها مع الحلويات ديالنا. هنايا كما شفتوا تناخذ لوزه صاينه، هنا بغيتو تحمروا حمروا، بغيتو تخليوه عادي بحاليه خليوه. انا هنايا خديت اللوز عادي ودرتو في وسط دوك الحفيرات وتنخليو الشكلاط ديالنا تيشد راسو. عاد ديك الساعه نجمعوه في بواطه ديال محكمات الاغلاق وتنحتفظوا بالحلوه ديالنا الا كانت كثيره، والا كانت هكا قليله راه تنقدموها بالصحه والراحه مع لي بلاطو ديال الحلويات. ونتمنى تجربوا الوصفه اللي عجبتكم، خليو لي لايك وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء وشي تعليق زوين محفز. والا كنتي اول مره تشوفي الفيديو خليو لي انضمي للقناه، هذه قناتي وقناتكم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. والناس اللي انضموا جداد تنقول لهم مرحبا والف مرحبا. الناس اللي عندي من اول ما حليت القناه تنقول لهم شكرا للدعم ديالكم المتواصل، شكرا لاي واحد حط البصمه ديالو في هذه القناه. وبالنسبه للناس اللي تيدعموني تنقول لهم شكرا وشكرا للمشاهده ديالكم، وخليتكم على خير الفيديو جديد ان شاء الله. عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا بالبارطاج وشي لايك زوين، شي لايك وشي تعليق زوين محفز. خليتكم على خير ونهاركم مبروك، الوصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد.